تخيل عزيزي المتابع، انت وصديقك تاخذون اثنين صاكات وياكم تطلعون لحتى تغيرون جو، بس حبيب قلبي تلاص الوضعية بعد ما تضيعون طريقكم وتطبون بمزرعة ذرة. بس المشكلة حبيب قلبي مو هنا، المشكلة انه صاحب المزرعة واحد علي شبوبي ابو الطقاقة حرفيا ما وقعت. يعني اي شخص يقضبه يجيبه دقه انا على الوالدي حنطه اربطه وعلقه وسويه فزاعة. يعني حبيب قلبي ما عندك كلمة من قبل يجيبه يحطه يعلقه. بس قبل لا نبدا المقطع حبيب قلبي، انت كمشاهد كيوت وحباب وخوش ولد فدوى الله قد حلو تخبل، يعني بس اضغط زر اللايك، لان والله العظيم زر اللايك لا ينتل ولا ابي اي اضرار جانبيه، فخلوا لايك. ويبدأ الفيلم مع هذا المزارع اللي قاعد ينصب فزاعة بنص حقل الذرة مالته. بس الغريب بالموضوع انه هاي الفزاعة مو مثل باقي الفزاعات، هاي الفزاعة عبارة عن بنت قعدت تحاول تصرخ وتطلب النجدة بس ما قدرت لان حلقها كان متخيط. وبعدها نشوف مجموعة من الغربان اجوا وقعدوا ياكلون من جسم البنت وهي على قيد الحياة. وبعد شوي نشوف مجموعة من الاشخاص اللي كانوا طالعين برحلة تخييم يقفون بهاي المكان لحتى يرتاحون شوية. وبعد ما وقفت السيارة حبيب قلبي نشوف البنات الاثنين نزلن يتجولن بالغابة شوية، ونشوف جون وكريس بقوا بالسيارة ويتكلمون عن موضوع التخييم. بهاي الأثناء شافوا جسم غريب وقع على السيارة، وهنا نزلوا لحتى يشوفون شنو هذا، واكتشفوا انه هذا الشيء اصبع بني آدم. وبعدها كريس قرر انه يصيح البنات ويخبر الشرطة عن الموضوع، بس هنا جون قال له لك اوقف مخبر لا تسوي هالسواية، خلينا هنا قاعدين نتونس احسن ما تخرب الطلعة مالتنا كلها. وبعدها حبيب قلبي نشوفهم تركوا السيارة واتجهوا باتجاه بحيرة موجودة بهاي المنطقة، وبقوا يمشون على رجلهم حبيب قلبي لحد ما وصلوا حقل الذرة. بس اللي تعجبوا من عنده انه الفزاعات داقة ميانة ويا الغربان، يعني الغربان ما تخاف من الفزاعات نهائي. وبهاي الاثناء حبيب قلبي طلع شخص غريب داخل حقل الذرة قاعد يركض ويطلب النجدة من العالم. بس حبيب قلبي يا فرحة ما تمت، طلع له صاحب المزرعة ودتش بوحدة خطار فيها رجع على اللوبي. وبعد نشوف هذول المجموعة من الاشخاص وسطوا البحيرة اخيرا، وقرروا انه ينزلون ويسبحون داخل البحيرة. وبعد نشوفهم نزلوا للبحيرة وبدأوا يسبحون يتونسون. وبعد ما تعبوا حبيب قلبي قرروا انه يطلعون من البحيرة يلبسون ملابسهم ويرجعون للسيارة لحتى يكملون باقي رحلتهم. فهنا نشوف البنتين قرروا انه يبقن بمكانهن لان كانن تعبانات، فقالوا للولد انتوا روحوا جيبوا السيارة وتعالوا لهنا واحنا قاعدين ننتظركم. المهم حبيب قلبي الولد راحوا لحتى يجيبون السيارة، وبقن البنتين قاعدات ويسولفوا سوالف بنات، فيعني سوالف بنات ما لنا دخل بيهم اوكي. وبعدها وصلوا الشباب حبيب قلبي وتفاجئوا لان السيارة كانت ما موجودة، يعني حبيب قلبي مشطلين الوايرات ما السيارة وبايقيها وطالعين بيها قبل. وهم واقفين يسولفون حبيب قلبي شافوا شخص غريب داخل المزرعة، وقرروا انه يروحوا له عنده ويطلبون من عنده المساعدة. بس حبيب قلبي عفط لهم ولا انطاهم اي اهمية، وكأنما ما موجودين حبيب قلبي، ودار وجهه ومشوا وعاف. وبعدها قرروا انه يدخلون المزرعة، وكان هذا اغبى قرار حبيب قلبي اتخذوه بحياتهم. وهم قاعدين يطبون تشلبت رجل جون بالاسلاك الشائكة وتأذى هواي، فهنا قرروا انه يضمدوه وياخذوه ويخلوه قرب الفزاعة يقعد لحتى يستريح. وبعدها راح كريس ووحدة من صديقاتهم لحتى يطلبون المساعدة من أي شخص يشوفوه بالطريق، وهم قاعدين يدورون شخص لحتى يساعدهم. طلع لهم صاحب المزرعة حبيب قلبي وكتلهم اثنين وفقدهم الوعي حبيب قلبي وسحلهم سحل ووداهم على البيت مالته. وبعدها حبيب قلبي يسمي بسم الله ويجيب البنت وقاعدة على الكرسي ويبدأ يربط بيها، وتبدأ هي تترجى وتقول له اوقف حبيب قلبي فدوى قلبك عوف. وبعدها يجيب الإبرة والخيط أعتقد كان مال الحذاء حبيب قلبي ويخيط حلقة ويقول لها يلا كافي الأصمي. فبعدها يجيب صديقه اللي اسمه كريس وقاعدة بالزاوية حبيب قلبي، وبعدها يروح يجيب القناع مال الفزاعة ويتشيك على وجهه يشوفه يرهم لو لا، بس الحمد لله طلع على مقياسه. وهذول جماعتهم لحد هسه داخل حقل الذرة ينتظرون المساعدة مالتهم. بهالاثناء حبيب قلبي يجي شخص غريب ويجر البنت يعسها ويقول لها انه انا انصحك نصيحة لله تطلعين منا بسرعة، وانه ابويا هو صاحب حقل الذرة، واي شخص يكض داخل الحقل حبيب قلبي يشيشه ويسويه فزاعة من الاخير. وبعدها اخذها لداخل البيت لحتى يفوتها لغرفة التعذيب ويشوف الشيء اللي قاعد يصير لحتى تتأكد وتنهزم باقصى سرعة. وهو قاعد يشرح لها طريقة الهروب وشلون راح تطلع من القرية حبيب قلبي. انفتح الباب وطب صاحب المزرعة، بس هنا كان جايب صديقه اللي اسمه جون وخلاه على الكرسي وبدأ يعذبه، وهي كانت متغبية فما تحملت حبيب قلبي وصيحت عليه وحاولت انه تهجم عليه وتضرب حبيب قلبي، بس ما قدرت لانه هو كان اقوى واخشن من عندها. فهنا حبيب قلبي خمطها بكله دوخها ووقعها بالقاع. وبعد اخذ صديقه اللي اسمه جون حطه بنص المزرعه حبيب قلبي وسواه فزاعه. وبعد ما تستعيد وعيها حبيب قلبي تقعد البنت وتلقي نفسها على نفس الكرسي مال التعذيب. وهنا راح يجي الشخص اللي ساعدها اول مره ويساعدها مره ثانيه ويخرجها ويقول لها انه هاي فرصتك الاخيره لازم تنهزمين. بس قبل لا يطلعون حبيب قلبي شافوا بصاحب المزرعه، وهنا الابن راح يبدا يترجى ابوه ويقول له لا تقتلها، هي تستحق تعيش وما لازم نقتلها. فهنا اجى الاب حبيب قلبي واخذ سكينه من عنده ودتشه بوحده برقبته حبيب قلبي رجع على اللوبي. وبقت هاي البنت تركض مثل
في ثواني حبيب قلبي داخل المزرعة لحد ما شافت فزاعة، وهنا اجت وكشفت الوجه مالتها واكتشفت انه هاي صديقتهم اللي كانت وياهم بس ماتت. فهنا قررت انه تركض باتجاه الثاني، وبقت تركض حبيب قلبي لحد ما شافت فزاعة ثانية، وبقت تقترب من عندها على كيف حبيب قلبي لان كانت كلش خايفة، بس اكتشفت انه هاي الفزاعة هو نفسيته صعب المزرعة، وبقت تركض حبيب قلبي لحد ما تعثرت ووقعت وفقدت الوعي. وبعد مرور نص ساعة حبيب قلبي هي فقدت الوعي، اول ما فتحت عيونها شافت انه اكو سيارة قدامها، بس هنا حبيب قلبي قررت انه تروح تزحف لعندها، بس اجى صاحب المزرعة وكضها ورجعها داخل المزرعة، وشنطها هي وحالها من حال جماعة حبيب قلبي، وسواها فزاعة ونصبها ايضا بنص المزرعة مالته، لحد ما صاروا سكواد كامل حبيب قلبي 4 اشخاص منصوبين بنص المزرعة. لهنا وصلنا لنهاية المقطع، فاتمنى المقطع نال اعجابكم واشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.